من فتره هاري بوتر نزل على نتفلكس وقررت ان انا اعمل ريواتش، فاخدت بالي من حاجه مهمه قوي لما عملت ريواتش. اللي هاري بوتر اكتر شخصيه اوفرريتد في سلسله الافلام كلها. ايوه انا جاي اتكلم على هاري بوتر ذات نفسه، مش سلسله الافلام هاري بوتر. سلسله افلام هاري بوتر من احسن سلاسل الافلام، وبالنسبه لي انا احسن سلسله افلام اتعلقت بيها. وانا جاي اثبت لكم دلوقتي ان هاري بوتر من اضعف الشخصيات اللي موجوده في الافلام كلها. مبدئيا كده في اول فيلم هاري بوتر اند ذا فيلوسوفر ستون، اول ما بيروح المدرسه سنين بيمسكوا يهزقوا وبيعرفوا اللي هو حمار. اول ما الوحش هرب في الفيلم وراح يهاجم هرمايني، هاري بوتر نط عليه زي القطل وانقذهم رون. ولما دخلوا في لعبه الشطرنج العملاقه برضه رون اللي انقذهم. وفي اخر الفيلم خالص لما هاري قابل فولدمورت، هو خلاص يعني طلع له قوه خارقه اللي هو بيحرق جسم فولدمورت والفيلم خلص. والحاجه الوحيده اللي هاري عملها في الفيلم ده اللي هو بيعرف يسوق البروم وبس مفيش حاجه ثانيه. هاري بوتر اند ذا شامبر اوف سيكريتس، في بدايه الفيلم لما رون وهاري بيفوتوا من القطر اللي بيلحقهم رون بالعربيه، بس هاري ما عملش اي حاجه. وبرده لما راحوا يقابلوا العنكبوت الكبير اللي انا مش فاكر اسمه الله يرحمه، اللي انقذهم العربيه لوحدها من غير بقى هاري ولا رون ولا اي حد. ولما دخل الشامبر اوف سيكريتس الحاجه الوحيده اللي انقذته الطير بتاع دامبلدور اللي هو عمل تنين ولا التعبان اللي على شكل تنين ده، واداله الطاقيه اللي طلع منها السيف اللي قتل بيها التنين. وبرده كل اللي هاري عمله في الفيلم اللي هو سال بروم وكسب بيها ماتش. هاري بوتر اند ذا بريزنر اوف ازكابان، في اول الفيلم لما الديمانتور دخل على هاري في القطر اللي انقذه بروفيسور لوبين. لا مش كده بس، وانقذه مرتين كمان من الديمانتور، مره لما كان بوجر في الحصه ومره وهو بيمرنه، وانقذه مره كمان لما سنيب لقى الخريطه بتاعته. وفي اخر الفيلم خالص لما لوبين اتحول لوير وولف وهاجم سيريوس، وبعد كده الديمانتور دخلوا على هاري هو وسيريوس، وسبحان الله هاري هو اللي انقذ نفسه لما هرمايني رجعته في الزمن. وللاسف الحاجه الوحيده اللي هاري بيعرف يعملها اللي هو يسوق بروم ما نفعتش المره دي، ويعمل على بروم في نص الماتش وكان شكله يعني هاري بوتر اند ذا جوبلت اوف فاير. بص انا هلخص الفيلم كله في كلمتين، هاري كان متدبر له كل حاجه علشان هو يكسب البطوله. يعني لو كان خسر البطوله كان هيبقى اوسخ من اوسخ شخصيه في الفيلم كله، بس للاسف طلع مغفل وكسب البطوله واخد معاه واحد عشان يموت. هاري بوتر اند ذا اوردر اوف ذا فينيكس. بص صراحه كده يعني هاري بوتر طلع مفيد شويه في الفيلم ده، فيعني مش هننكر الحوار ده. عمل نوع من انواع الكالت في المدرسه وعلم فيها الطلاب شويه حاجات حلوه، بس في الاخر لبس دامبلدور في حوار ملوش اي ستين لازمه. ولما بيتقفشوا تاني هرمايني هي اللي بتلحق هاري بالجاينت اللي كان موجود في الغابه، وشويه الناس اللي اجسامهم حصينه دول مش فاكر اسمهم ايه. وفي اخر الفيلم خالص هاري بيتفرج على سيريوس وهو بيموت، يعني رب تاني. ونيجي لاهم حته في الفيلم كله، فايت ما بين فولدمورت ودامبلدور. احلى من احلى فايت في سلسله الافلام كلها، وقارنها ما بينها وما بين الفايت ما بين هاري وفولدمورت. هاري بوتر اند ذا هالف بلاد برنس، هاري بوتر اند ذا هالف بلاد برنس، هاري بوتر اند ذا هالف بلاد يا رب. هاري بوتر اند ذا هالف بلاد برنس، في اول الفيلم كده هاري بوتر بينكشف من دريكو اللي هو كان بيتسلط عليه في القطر، وبعد كده دريكو بيشيله، وبعد كده لونا تيجي تلحق هاري. ولما يروح المدرسه على حظ هاري ياخد الكتاب بتاع الهالف بلاد برنس اللي هو سنيب اللي هو كاتب فيها كل حاجه صح، وهاري استغل الحوار ده واخد تطبيل وشويه. والماتش الوحيد اللي ظهر في الفيلم هاري اصلا ما ظهرش فيه. وفي اخر الفيلم لما هاري راح مع دامبلدور الكهف اللي انا مش فاكر اسمه الصراحه، هاري ما عملش حاجه غير اللي هو ساعد دامبلدور اللي هو يشرب الميه ويفضل يعذبه. وبعد كده لما روحوا هاري اتفرج على دامبلدور وهو بيموت من غير ما يعمل اي حاجه، من غير ما حتى يفتح بقه. هاري بوتر اند ذا ديثلي هالو بارت 1. في الاول كده الرحله اللي هو اخدها في الموتوسيكل ده هاري بوتر اغمى عليه وايديه اتحركت سبحان الله هجمت فولدمورت، يعني انا مش فاهم ما شفتش عبث غير كده. وبعد كده في الرحله بتاعت هاري وهرمايني ورون لما هاري لقى السيف بتاع جرافندور جوه الميه نط عشان يجيبه وغرق، بس رون لحقه. وبعد كده رون برضه هو اللي كسر النكلس. وفي اخر الفيلم خالص لما اتحبسوا لحقهم دبي ومات وهو بيلحقهم. رب برضه رب كبير قوي. هاري بوتر اند ذا ديثلي هالو بارت 2، لما راح عشان يجيبوا الكاس هرمايني هي اللي انقذتهم. لما هاري راح عشان يجيب التاج دراكو واصحابه جم يوقفوه، بس هرمايني برضه ورون هم اللي انقذوه. ولما هاري راح لفولدمورت عشان يموت الهوركروكس اللي جواه، الهوركروكس بس هي اللي ماتت وهاري عايش تاني. انا مش فاهم ازاي بس ايش ده تمام. وفي اخر الفيلم خالص لما دخلنا على اعظم فايت ما بين هاري بوتر وفولدمورت اللي هي كانت اوسخ فايت فيهم كلهم، وفي نص الفايت اللي ما فيش اي ابداع نيفل جه وقتل التعبان والفايت خلصت خلاص عشان فولدمورت مات، مش من هاري، من نيفل. بس كنت عايز اوضح ان هاري بوتر مش المين كاركتر قوي زي ما انتوا فاكرين، لا هو عادي يعني، هو عشان اسمه بس هو الاساسي وهو ذا شوزن وان، مش معناته اللي هو اهم واجمد شخصيه. بس لايك وسبسكرايب وشير وكومنت